السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب. النهاردة قلت اعمل لكم بقى تشكيلة محشي. جبت كوسة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهي، قورتها زي الفل اهي. وجبت بتنجان اهو ابيض وبتنجان اسود، تمام. وهعمل حلة كرنب كده. فيلا بينا بقى نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع يا بنات الخضرة زي ما انتوا شايفين كده، غسلاها ومخليها زي الفل. المحشي بيبقى بصراحة مشكلته انك انت بتبقي عايزة يعني تقومي من بدري وتجهزي كل حاجة لوحدها، فبياخد وقت جامد جدا، غير لما انت بتبقي مثلا عندك الحاجة في التلاجة. يعني انا مثلا عندي الصلصة، يعني طلعت كيس صلصة من اللي انا مخزناها، حطيتها على النار وغسلت الخضرة وقورت البتنجان وعملت الكوسة. برضو لقيت الوقت برضو سرقني، يعني هقطع بقية الخضرة وارجع لكم. انا خرطت الخضرة يا بنات، وهجيب بقى الرز اهو، انا غسلاه ومخلياه زي الفل اهو. هبتدي احطه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وعندي الصلصة اهي، هبتدي انزلها اهي. هشوف كده لو هي محتاجة تاني هحط شوية التوابل بتاعتي اهي، شوية توابل، ملح، بابريكا، كمون، يعني بابريكا، كمون، بهارات، 7 حبات، وفلفل اسود، وحبة كزبرة ناشفة. ابتدي احطهم كده واقلب. شوف بقى هتحتاج بقى صلصة ولا لا. في يا بنات يعني انا بشوف كتير يعني امهات وحبايبي يعني بيعملوا التخديعة على البوتاجاز ويروحوا حاطين الرز على البوتاجاز مع التخديعة، يعني بما معناه ان التخديعة يعني تخش في الرز كده على النار وتاخد لها كده تشويحة. ما اعرفش، انا يعني ما بعملش كده، انا تملي بعمل الطريقة بتاعت ماما الله يرحمها، فهي دي الطريقة اللي انا على طول بعملها. كل واحد بقى وطريقته، يعني ما اعرفش. نقلب كده كويس. محتاجة شوية الصلصة، نحطهم بقى وخلاص. نحطهم نفس الحلة اللي انا الصلصة فيها دي، هعمل فيها ايه؟ الكوسة. هحشي فيها واحط فيها الكوسة في نفس الحلة، اصلها صلصة يعني اهي زي الفل. هحط فيها بس ايه؟ الكوسة. اقلب كده زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو. لا كده حلوة قوي، مش محتاجة اي حاجة. تمام تمام قوي كده، حتى يعني مش محتاجة زيت ولا محتاجة اي حاجة، زي الفل. قلبنا اهو جامد، تمام. خضرة حلوة اهي ما شاء الله، حلوة اهي. نبتدي بقى نركن بقى، نجيب بقى شوية الطماطم دول والبصل. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ بصوا انا تملي بعمل فرشة لاي محشي، اي محشي عندي بعمله فرشة. دي يعني بصراحة بتحمي المحشي ما يتلسعش منك. فانت يعني حلوة قوي انك انت تجيبي بصلايه اي حاجه. ممكن على فكره، يعني في ناس انا بشوفها بتجيب مكان ما قورت الكوسه بتجيبه وتحطه، يعني بس عشان انا حبايبي ولادي ما بيحبوش الكوسه اصلا، فهضطر ان انا ايه هعملها بالبصل من تحت زي ما انتوا شايفين كده اهي.
ابتدي بقى احط لها حبه ملح بفلفل اهو وادعكها، ودي تبقى الفرشه بتاعتي. واحط عليها طماطمايه برضو يا بنات اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ايه احط ايه شرايح طماطم. نسيت اقول لكم يا بنات ان انا بحب احط شويه نعناع من اللي انا مخزناه اهو. بصي بنشفه وبعبيه في برطمانات. النعناع بيدي طعم حلو قوي 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 يا بنات في المحاشي بالذات. يعني انا بحب قوي تملي ريحه النعناع في المحشي. بصوا نسيت خالص ان انا اقول لكم نقلب كده ونبتدي بقى ايه نحشي الحاجه بتاعتنا. انا الكوسايه اهي ابتدي اعبي كده. عارفه ان كلكم شاطرين بتعرفوا بقى تطبخوا، بتعرفوا تعملوا المحاشي، يعني بسم الله ما شاء الله. انا قاعده كمان في الارض يا بنات، ما بقدرش اقف كتير على رجلي، فبالذات المحاشي ده بالذات بيبقى عايز ان انا اقعد له في الارض فقاعده في الارض وبحشي. يعني طلعت من المطبخ وقاعده اهو في الارض وبحشي. بصوا يا بنات انا المحشي ما بملهوش قوي اهو عشان ياخد راحته في السوا اهو، زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين اهي. ابتدي بقى ارص بقى في الحله بتاعتي اهي. بصوا اهي يا بنات حطيت لها طماطم اهي على البصل، وابتدي ايه ارص هنا. اكمل وارجع لكم. خلصنا يا بنات اهي الكوسه خلاص، عشان نغطيها بقى كده. نبتدي بقى نعمل ايه شويه البتنجان. جايبه الحله اهي برضو زي ما عملت فرشه للكوسه هعمل برضو فرشه للبتنجان. بسم الله. دي حماية يا بنات عشان خاطر ما المحشي ما يتلسعش منكم. اخلص واجيلكم. بصوا يا بنات انا اهي حطيت الفرشه اهي بتاعت البتنجان، بس في ملحوظه عايزه اقول لكم عليها. الفرشه دي البصل مع الطماطم بينزلوا عصاره، فلما تيجوا تسووا المحاشي بتاعتكم لازم تعملوا معيار قليل من الشوربه، عشان العصارة اللي بتنزل من البصل مع الطماطم ممكن تبص تلاقي المحشي بتاعك عجن وباظ عشان انت كترت الشوربه. فانت لما تيجي عايري على قد كده. يعني مثلا انت حطيتي حطي مثلا كوبايه مثلا من الشوربه او كوبايه ونص حسب الكميه اللي عندك، كميه المحشي اللي انت هتعمليها. دي ملحوظه حبيت اقولها لكم عشان كتير بيقعوا في المشكله دي. الفرشه دي بتنزل عصاره، فالعصاره مع الشوربه بتكتر، فتبصي تلاقي المحشي بتاعك عجن. فانت خلي بالك يعني. يلا بقى نبتدي بقى نحشي يا بنات البتنجان بتاعنا الحلو القمر ده. بسم الله اهو زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. عارفاكوا كلكم شاطرين وما شاء الله، مفيش ستات بيوت مش شاطره، كلكم ما شاء الله شاطرين. بس انا حبيت ايه اعمل معاكم كده اهو، بما ان يعني ايه انتوا عارفين كان رمضان ضيق، فالواحد ما كانش بيعرف يصور. والله كان رمضان ضيق جدا، فانا قلت اعمل لكم بقى ايه المحشي اهو. ابتدي اخلص وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا اهو خلصت حله البتنجان وحطيت عليها الفلفل. تمام. اركن بقى كده واغطيها. تمام. ونبتدي احنا بنعمل ايه حله الكرنب. زي ما انتوا شايفين اهو يا بنات الكرنب اللي انا مخزناه، فاكرين لو تفتكروا اهو الكرنب اللي انا كنت مخزناه اهو، فكيته وبشويه ميه سخنه وبسيبه يتصفى كده زي ما انتوا شايفين اهي الميه اللي نازله منه اهو. وابتدي بقى ايه احشي ايه زي ما انتوا شايفين. بسم الله.
احنا فاضل لنا بس ايه حله الكرنب دي تخلص على خير، وايه ونقول ايه ونقوم نسوي بقى. انا حاطه الفراخ بتستوي عشان ايه اخلص بسرعه وابتدي ايه اسوي. تسلق الفراخ زي ما انتم شايفين يا بنات، شايفين الحشو بتاعي اهو اهو يا بنات. مش عارفه الكاميرا جايباها ولا لا. اهو بعمل كده اهو. انا عارفه ان كلكم شاطرين اهو زي ما انتم شايفين يا بنات. اخلص بقى بقيه الحله وارجع لكم. انا خلصت بقى كده الكرنب يا بنات، تمام. وادي الفلفل والبتنجان. هبتدي بقى اروح اسوي بقى وارجع لكم. هنا يا بنات اهو بسلق الفراخ، تمام. بسلق وابتدي بقى اسوي المحشي. ده بقيه الكرنب يا بنات، بقيته طبعا هرجعه تاني في الفريزر. بصوا مترلج، رجعه تاني بقى في الفريزر خلاص. رجعه كده في الفريزر ونبتدي بقى ايه هنعمل ايه تاني. حاجه لما بتبقى في الفريزر تحت ايدك يا بنات بتبقى بسم الله ما شاء الله تنفع، تمام. وهنا انا بصوا طلعت بقى ايه كيس باميه ويكا هعملها. ده برضو كنت مخزناها، قلت اعملها جنب المحشي ويكا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا بنات ملحقتش بصراحه اخلص قبل المغرب، فقلت بقى ايه افطر بقى كوبايه الفراوله كده بالكنتالوب. شايفين انا اهو حاطه عليها كنتالوب بس مش عارفه باين ولا مش باين. افطر كده المغرب وارجع لكم. نبتدي يا بنات نسوي بقى كده. بسم الله. نحط بقى الشوربه. وارجع لكم. نعمل بقى شويه الويكا يا بنات، باميه الويكا. يلا نحط لها الشوربه. معلش يا بنات البخار. بصوا انا هحط شوربه على الباميه وارجع لكم. بصوا يا بنات بقى انا حطيت الشوربه اهي. هبتدي احط لها حته توم بقى من اللي انا ايه مخزناه، اللي انا فرمته يا بنات اهو. احط لها حته توم كده يعني حلوه كده حلوه، واسيبها بقى تغلي غلوتين وبعد كده اوريكم هعمل ايه. قولوا لي الناس الصعايده اللي زي حالاتي بيعملوها كده ولا لا. انا دايما بنعملها كده. دي اسمها باميه ويكا. يلا بقى شوفوا هعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهي الباميه نزلتها اهي. هبتدي بقى بالمفرك ده افركها اهي. اللي بيعرف يعملها يقول لي في الكومنتات بتعملوها كده صح ولا غلط. انا هفركها اهي بالمفرك كده اهو. افركها لحد ما تنعم كده وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا اهي فركتها الباميه اهي. بصوا خليتها ازاي بالمفرك ده. ابتدي بقى اعمل لها طشه زي طشه الملوخيه. يلا تعالوا شوفوا هعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو التوم اهي حطيت عليها معلقه سمنه. هبتدي بقى ايه اشوح التوم. زي ما انتوا شايفين يا بنات هحط بقى الكزبره بتاعتي اهو. اتلسعت مني معلش اهي. اروح حاطه
جميلة يا بنات في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. انا كده خلصت، عملت الكوسة اهي استوت، الكوسة استوت اهي تمام، وادي البتنجان والفلفل استوى، وادي المحشي بتاعي الحلو استوى. يلا بقى هغرف بقى يا بنات وابتدي اكل بقى. ادعولي دعوة حلوة قوي من قلبكم يا بنات، وان شاء الله اكمل بقى صيامي على خير. خلاص هانت، فاضلي يوم من ال6 البيض. دعواتكم بقى. يلا اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.